السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو بعد انقطاع جدا طويل جدا طويل يعني عن التسجيل في هاي الفيديوهات. طبعا دا انزل لكم الفيديوهات من كنت بدبي، وعندي بعد هواي فيديوهات بدبي مصورها وما نزلتها. تقريبا كل شهر دا انزل فيديو واحد، يعني صراحة يعني واحد ما له واهس وما له نفسي ينزل فيديوهات اصلا يعني، ولكن الفيديو اللي راح اسويه اليوم راح اتكلم به اليوم موضوع هو مهم، وهو آخر فرصة للتسجيل بالنسبة للطلاب اللي يريدون يسجلون هاي السنة. بالنسبة لجامعة موسكو الحكومية الطبية الأولى، التقديم بها كان المفروض إنه ينتهي نهاية الشهر العاشر، ولكن مددوه 15 يوم، يعني آخر مهلة للتسجيل اللي أعلنوا عنها هي يوم 15/11، يعني هذا راح يكون آخر أسبوع من يوم 7 إلى يوم 15 بالنسبة للأشخاص اللي يريدون يقدمون على الدراسة. كذلك بالنسبة للأشخاص اللي يريدون يقدمون للدراسة ويريدون النقل للعراق. بالنسبة للأشخاص اللي كملوا دور ثاني وأخذوا الشهادة مالتهم ويريدون يقدمون، يقدرون يقدمون وراح ينقبلون وبعدين ينقلون إلى العراق. طبعا راح ينقلون إما يرجعون مرحلة أولى أو يرجعون مرحلة ثانية حسب نظام الجامعة اللي راح ينقلون إلها. كذلك بس اللي يدي يسأل هل أي واحد يقدر ينقل؟ أنا حاكي عن هذا الموضوع ولكن بشكل مختصر. بالنسبة للنقل فقط للمعدلات العالية، أول شرط بالنسبة للطب العام لازم يكون معدلك 90 فما فوق. كذلك بالنسبة للأسنان والصيدلة راح يكون أقل، ولكن بالمفاضلة إذا تريد تنقل على الموازي مو على الأهلي. إذا تريد تنقل على الموازي لازم يكون معدلك أقل من المعدل القبول بالعراق ب5 درجات، يعني إذا أكثر من 5 درجات النسبة الأكبر إنك ما راح تنقبل. يعني شلون؟ يعني مثلا لو كان القبول بالعراق مثلا 98، أنت راح تكون 93 فما فوق. إذا كان معدلك مثلا القبول بالعراق 99، أنت لازم تكون 94 فما فوق، ولكن الحد الأدنى هو يقول لك إنه هو 90 بالنسبة للموازي الدولي. أما إذا تنتقل على أهلي فيكون معدلك لازم 88، ولكن 88 هاي لازم تدرس بجامعة ضمن تصنيف شنغهاي. حتى أول شيء لازم تكون فاتح ملف، لأنه أصلا معدل فتح الملف بالنسبة للعراق بالنسبة للطب العام هو 90. فأنت بهاي الحالة لازم تكون تدرس ضمن أول 50 في تصنيف شنغهاي، تفتح ملف. لازم فتح الملف ضمن الجامعتين 85 فما فوق. بعدها إذا تتنقل على أهلي، إذا كان معدلك 88 راح تقدر تنقل على واحدة من الجامعات الأهلية بالنسبة للطب العام. هسه شنو الأوراق المطلوبة للتسجيل وشنو الأقساط وهاي الشغلات؟ طبعا راح أخلي لكم فيديو بالوصف شارح عنه بالتفصيل كل التفاصيل الموجودة بالوصف. ولكن أيضا راح أذكر بهذا الفيديو بشكل مختصر إنه أنت راح تحتاج جواز السفر يكون به سنة ونصف فما فوق، 18 شهر فما فوق بالنسبة لمدة صلاحية الجواز. راح تحتاج الشهادة تكون مختومة بوزارة الخارجية. طبعا ختم وزارة الخارجية ما يطول بيوم واحد، نفس اليوم المفروض يعطوك إياه، وما يكلف يمكن 25,000 من 30,000 ما أتذكر كيف بالضبط عراقي يعني. وتختم وتقدم. كذلك بالنسبة لباقي الدول اللي يريد يقدم أيضا راح إلى يوم 15/11 عفوا، للي يريد يقدم للسعودية من الدول الثانية. بالنسبة للدول الثانية بالنسبة للسعودية راح تحتاج ختم السفارة الروسية مع وزارة الخارجية. أما بالنسبة للعراق وبعض الدول مصر وبعض الدول أكو شراكة صارت إنه اتفاقيات، يعني ما تحتاج ختم السفارة الروسية، فقط ختم وزارة الخارجية. أما بالنسبة للشهادة السعودية شهادات الباقية أغلب الدول لا راح تحتاج إلى ختم السفارة الروسية مع ختم وزارة الخارجية الخاصة بالبلد اللي أنت دارسه. أما بالنسبة للشهادات التركية راح تحتاج إلى ختم يسموه أبوستيل، مو ختم سفارة روسية، يسموه ختم أبوستيل يسموه يعني. كذلك بالنسبة للأقساط الجامعية بالنسبة للمرحلة الأولى الأقساط الجديدة هي 900 ألف روبل حاليا العقد الجديد، لأنه الجامعة غيرت بالنظام، عدلت على المواد، سوت تحديثات كلش هواي بالجامعة، تطورت الجامعة أكثر، فكل سنة تقريبا دا يرفعون بالأقساط. فالقسط للسنة الأولى السنة الدراسية هي 900 ألف روبل، حوالي تطلع 9700 دولار حسب سعر التصريف حاليا. طبعا يصعد ينزل حسب سعر التصريف لأنه الدفع بالروبل، وبوقت الدفع ايش قد وقت الدفع يكون تحسب سعر التصريف ويطلع لك ايش قد بالدولار بالضبط. هاي بالنسبة للمرحلة الأولى. بالنسبة للأشخاص العراقيين يريدون ينقلون بشكل مختصر، أشرح لكم الآلية شلون تكون. أول شيء لازم تكون دراستكم حضوري كامل، وليس مثل كثير طلاب أو أغلب الطلاب اللي جوي العام مع الأسف عن طريق مكاتب يعرفون نفسهم، مسجليهم أونلاين، ماخذين من عندهم فرق القسط ومدفعيهم زيادة وتبهذلوا بهذلة مو طبيعية، ويعني داخل كلش هواية.
لازم تكون دراستك حضوري. اللي يقول لك والله تدرس اسجلك اونلاين بين ما تجي وهاي الكلاوات، لا، قل له حتى لو تفوتني ماده اني قابل، المهم تكون دراستي حضوري، لانه راح تنتج راح تتبهذل حرفيا. بالاضافه لانه دراسه الاونلاين هي ارخص بهوايه من دراسه الحضوري. فهاي خلي تكون عندك معلومه بيها. اول شيء لازم تكون دراستك حضوري، وتقريبا الطلاب نسبة 99% اللي اسجلهم هم حضوري، الا اذا هو طلب انه انا اريد الا اونلاين، فبهاي الحاله مثل ما طلب هو سجله اونلاين، راح تسجلك انك حضوري. الاجراءات راح تكون كالاتي تقريبا: انه انت خلال اسبوع تكون ترجمت لك المواد، عفوا الجواز والشهاده، ودزها، وحدد لك موعد الامتحان القبول وهاي الشغلات. طبعا امتحان القبول راح اساعدك به انه حتى ما تصير لك اي مشكله بالقبول، ان شاء الله تكون مقبول يعني بنسبه مؤكده، او نقول 99.99 حتى نقول 100%. اساعدك بالامتحان، الامور تكون عندك جدا ممتازه وسهله. بعد هذا الاسبوع انه انت راح يطلع لك العقد الجامعي، راح تدفع القسط الجامعي الاول. بعد ما تدفع القسط الجامعي، الجامعه راح تبدا لك بالدعوه الدراسيه، وراح تطول حوالي 30 يوم بالمتوسط. طبعا طلاب اللي عام ما شاء الله ناس 120 يوم وناس 150 يوم، طبعا متعمدين سووا هاي السالفه. المهم ما نريد نتكلم هذا الموضوع حاليا، ولكن عندك 30 يوم. هسه تقول زين شلون اني راح تفوت عني مواد هاي الشغلات، شو اسوي؟ راح تضيع، حاصر صعبه. عندك انت مادتين اساسيه بالنسبه للمرحله الاولى، هي الاناتومي والهيستولوجي. ذني المادتين مواد اساسيه، امتحان بها اورال نهايه السنه سمسترين تدرسها وتخلصها بالكامل. فانت تقدر انه الاناتومي هو تدرس من اي مصدر يكون عندك، كذلك الهيستولوجي ايضا تقدر تدرس من اي مصدر يكون عندك. كذلك ايضا بالنسبه للطلاب اللي يسجلون عن طريقي، راح اساعدهم، ادز لهم ملفات، اضيفهم بجروبات، يشوفون يعني اغلب الشغلات يعني ما راح يكون عندهم صعبه. وبالنسبه للاناتومي هو اناتومي بكل المصادر، يعني تقرا العظام تقرا العضلات بين ما تجي وتلتحق بالماده مالتك. اما بالنسبه للمواد الثانيه هي مواد ثانويه، مو اكو كثير مواد عندك في المرحله الاولى، يعني من ضمنها الكيمستري والبيولوجي وغيرها وغيرها، ولكن هذني ما تنحسب على المعدل، والامتحان مالته يكون تيست. سابقا طبعا قبل كورونا وقبلها كان كله حضوري، حتى المواد الثانويه هي حضوري ولازم تمتحن. ولكن بعد ما صارت كورونا خلوا المواد الثانويه هي تيست MCQ على الموقع مال الجامعه، تمتحن به تنجح به. حتى من يعني اخذت نسبه النجاح هي من 60، ولكن اخذت 60 ولا اخذت 100 راح يكتب لك بالدرجه باست انه انت ناجح بالشهاده اللي تاخذها. زين، فهاي بالنسبه لك. ايضا راح ارسل لك ملفات عليه اسئله اللي تجي بالامتحان، ممكن تجي كثير من عندها تقدر تقراها وهاي شغلات. فالموضوع بالنسبه لك حتى لو تاخرت راح يكون موضوع اوكي بالنسبه لك طبيعي. فقط عندك المادتين بالفتره اللي انت بيها بالعراق او انت بالبلد مالك، يعني ادرس الاناتومي وادرس الهيستولوجي، وكذلك ايضا راح نعطيك عليها بعض الفيديوهات وبعض المصادر وبعض المعلومات حيث تساعدك بالدراسه. طبعا انا كلش حاليا يعني استرسلت بالموضوع ونسيت اذكر انه اذا كنت اول مره تتابعني، انا اسمي عثمان من العراق، طالب طب عام مرحله سادسه. ان شاء الله المرحله راح اتخرج واكون طبيب فعلي، وبعدها ان شاء الله يكون التخصص. فبالنسبه لطلاب المرحله الاولى الموضوع عندكم كلش سهل، طالب نفس الجامعه مرحله سادسه الامور عندكم كلش ممتازه. بالنسبه للاشخاص اللي يريدون ايضا يسالون اسئله مفصله، يريدون مثلا يعرفون عن موسكو، يعرفون تفاصيل بالنسبه للاشخاص اللي هم الا اهلهم الا يسجلون عن طريق مكتب مثلا، وتريد تعرف تفاصيل احسن حتى لا ينصب عليك وهوايه مبالغ كبيره. اكو فيديو ايضا حخليه بالوصف اسمه كيف تاخذ يعني كل شيء او خبره 6 سنوات في نصف ساعه. تقدر تحجز استشاره مدفوعه قيمتها $50 لمده نص ساعه الى ساعه، نسوي مكالمه فيديو او مكالمه اتصال على الزوم على اي مكان انت تريده. وبهاي النص ساعه او الساعه راح نعطيك كل التفاصيل اللي تحتاجها حرفيا، تخص موسكو، تخص جميع الاسعار اللي تحتاجها، معادله الشهاده اللي تحتاجها هنا، شنو الشغلات اللي تسويها، شنو البطاقات اللي تحتاجها، اسعار البطاقات، اسعار المواصلات، اسعار كل التفاصيل، الحياه في موسكو، شنو الاشياء اللي تسهل لك، شنو الاشياء ايضا اللي تخليك تنطيك مثلا تساعدك شلون تتعلم على شغلات عن اللغه. حرفيا بهاي $50 انت اللي راح تدفعها حرفيا يعني راح تتجنب كثير امور ممكن. والاشخاص اللي عاملوا فعلا عرفوا ذني المعلومات كان ما خسروا آلاف الدولارات اللي دفعوها للمكتب. وحتى لما وصلوا موسكو دفعوا مبالغ خياليه، كل شيء يدفعون 4 اضعاف و5 اضعاف، لانه ما يعرفون الاسعار الحقيقيه وما يعرفون الاجراءات شلون تصير بالضبط.
فبهاي النص ساعة أظن الفيديو بالتفصيل موجود بالوصف، أنتم لا تنسون تشوفوا بالتفصيل. أنا ذاكر إنه شنو الأشياء الموجودة، واللي يحجز أيضا يعني إذا أنت حجزت هاي الاستشارة دفعت لي $50 التحويل، إما مثلا إذا من السعودية عن طريق حساب بنكي، من الإمارات عندي حساب إماراتي، عندك مثلا من العراق عن طريق زين كاش، أيا كانت يعني. إذا دفعت هاي $50 وجيت سجلت عن طريقي، هاي $50 راح تنخصم من مبلغ التسجيل، وكأنما أنت ماخذ استشارة مجانا. يعني أنت بهاي الحالة أنت ما خسران شيء. أنت إذا تريد تقدم أخذ الاستشارة هاي $50، إن اقتنعت وحبيت تقدم عن طريقي أهلا وسهلا، راح أخصم لك $50 من مبلغ التقديم. أما إذا قلت لا أنه أهلي مقدمين لي عن طريق مكتب، فهاي $50 راح تجنبك خسارة مبالغ كلش كبيرة أنت راح تدفعها من توصل. أنت من توصل تكون تعرف كل شيء بخصوص موسكو، بخصوص المعيشة، بخصوص الأسعار، بخصوص البطاقات، بخصوص الدراسة، وكذلك كل شيء راح أعطيك إياه هاي النص ساعة إلى ساعة مال الاستشارة المدفوعة. كذلك أيضا الروابط موجودة بالوصف. هسه بالنسبة لي الأجور التقديم، شنو أجور التقديم اللي راح تتم؟ أجور التقديم راح تنقسم إلى قسمين. أول شيء راح تحتاج الترجمة، التقديم، المساعدة، امتحان القبول حتى تحجز المقعد، يعني حتى ما يصير لك أي مشكلة تكون حاجز المقعد، تكلفة حجز المقعد، رسوم التسجيل يعني. كذلك أسوي لك التأمين الصحي ومعادلة الشهادة. هاي جدا مهمة، بحيث أنت لما تجي تلقاها جاهزة ومدفوعة، خصوصا بالنسبة للأشخاص اللي يريدون ينتقلون للعراق، لأنه هاي لو ما عندك هاي، انه انت لازم بنتك مثلا توديها للجامعه ما ينطوك درجاتك بدونها. وهوايه طلاب لما اجوا يعني تفاجئوا انه يحتاجوها وضيعوا وقت وتبهذلوا بهذله مو طبيعيه. هاي كلها تتضمن هاي الاسعار. التكلفه هي $1500، تتضمن الترجمه، رسوم التسجيل والامتحان ومساعده بالامتحان، تتضمن كذلك التامين الصحي تحتاجه ايضا بالدعوه. والتامين الصحي خاف تتمرض، خاف شغلات تجي هنا لمده سنه كامله. طبعا التامين الصحي اللي اسويه هو يشتغل على مستشفى الجامعه، مو اي تامين صحي من الشركات ما شلون قايله، على مستشفى الجامعه نفسها يشتغل. كذلك ايضا معادله الشهاده، عمل المعادله، دفع رسوم المعادله. القسم الثاني راح يكون عندك الخدمات داخل موسكو. الخدمات داخل موسكو راح تنقسم الى قسمين، الخدمات الستاندرد والخدمات الفي اي بي. راح اخلي لكم هنا صوره للستاندرد، واخلي لكم ايضا صوره لخدمات الفي اي بي. الفرق بيناتهم مثل ما تشوفون السعر، واحده ب400 واحده ب$1000. طبعا حتقول الفرق كلش كبير، بس انه اغلب السعر هو اصلا راح يندفع. يعني مثلا هاي 400 ما راح احطها بجيبي، اغلب الشغلات مثلا على الاستقبال بالمطار، تاكسي المطار، على الفندق، على الشغلات اللي راح ادفعها اغلبها راح تندفع. كذلك بالنسبه للفي اي بي ايضا مثل ما شفتوا بالتفاصيل، اقروها واحده واحده. ايضا شغلات راح تندفع. الفي اي بي راح يتضمن ايضا دفع الرسوم، التحاليل والبصمات، وعمل البطاقه الخضراء اللي راح تحتاجها بموسكو. بالنسبه للستاندرد اوكي اساعدك بيها، ولكن الرسوم انت شوف ايش قد وتدفعها. فمثل ما نقول انه الفي اي بي هو شغلات بالستاندرد، انت حسب ما تريد تختار هذا وتختار هذا، انت شلون ما تريد. طبعا هاي تدفعها لما توصل الى روسيا بالنسبه للخدمات. اما بالنسبه لرسوم حجز المقعد والتفاصيل، تدفع نص مقدما مع ما تدز الاوراق مالتك طبعا، والنصف الثاني بعد ما تنجح امتحان القبول وبعد ما تحصل العقد الجامعي وتشوف كل شيء تمام، تدز القسم الثاني من $1500. اما فلوس الخدمات داخل موسكو هاي تدفعها لما توصل الى موسكو. واذا جيت انت حاجز استشاره دافع $50، راح اخصم لك $50 من المبلغ. يعني مثلا اذا كنت دافع 50 راح تدفع بعدين 1450، وكانما انت ماخذ استشاره مجانا. ف مثل ما قلت انت ما خسران شيء. اذا انت فعلا جاد تريد تقدم اخذ الاستشاره، ان قدمت من خلالي الاستشاره صارت مجانا وانت دافع راح تدفع لي فلوس اخصم لك اياها. ان ما قدمت من خلالي وحبيت او اهلك قالوا لك الا مكتب ولا ما اعرف ايش، طبعا ما اعرف ليش يقولون والله المكتب قريب علينا فنقدر نروح له. طبعا المكتب هو مجرد وسيطه، يعني لا هو اللي يقدم ولا شيء، مجرد ياخذ اوراقك يحط مبلغ ضعف المبلغ بجيبه ويدز الاوراق لشخص بروسيا، وهذا الشخص ايضا بيناتهم والطلاب اللي العام يعرفون على شنو دا احكي وشلون البهذله اللي صارت لهم. وهاي التفاصيل الموجوده مثل ما قلت ايضا بشكل تفاصيل اكثر بالفيديو، والفيديو الثاني الرابط ماله موجود. ولا تنسون المهله الى يوم 15/11. لو صار تمديد راح انزل عن هذا الشيء، ولكن على الاغلب انه ما راح يصير تمديد، يعني ما اعرف يعني، بس يعني حسب ما قالوا انه اخر مهله هي يوم 15/11، التمديد صار فقط 15 يوم، فعندك اسبوع للتقديم. راسلني على الرقم مالي الموجود، بس رجاء يعني لما تراسل
اكتب مباشرة السلام عليكم وسؤالك مباشرة، لا تكتب مثلًا السلام عليكم، شلونك؟ شلونك بعد؟ أخبارك؟ ما أعرف إيش، وعندي سؤال، وبعدين تسأل السؤال، وبعدين اللي وراه، وبتاخذ لك ساعة ساعتين وأنت كاتب لك سطرين بس. اكتب السلام عليكم أني فلان، أو تكتب عندي السؤال الفلاني أريد أقدم هاي التفاصيل مالتي وشنو هاي، اكتب كل الأسئلة برسالة واحدة. وبالنسبة للأشخاص اللي يريدون اتصال، يعني هو الاتصال راح ياخذ حرفيًا وقت 40 نص ساعة ونص ساعة أو ساعة، وبأسئلة حرفيًا دا أشوف الأشخاص اللي يتصلون إنه نفس الأسئلة دا يسألها بالضبط يعني، فأنت لو تكتبها برسالة واحدة كل الأسئلة مالتك تقتصر عليها، تقتصر على روحك. بالنسبة للأسئلة اللي عندك، ليش إذا تتصل وتعيد نفس الأسئلة وهاي الشغلات. ولكن لو ردت استشارة فعلًا اتصال، تكون مجهز أسئلتك كاتبها بورقة حتى ما يضيع عليك الوقت، تسأل كل الأسئلة اللي تريدها، وأنا راح أضيف لك بعد معلومات كل التفاصيل اللي تحتاجها بموسكو حرفيًا، وسواء قدمت عن طريقي أو عن طريق شخص ثاني راح تكون تعرف كل التفاصيل. وهنا أكون وصلت لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله أحاول إنه أنزل فيديوهات بالفترة المقبلة. أيضًا راح أكمل الفيديوهات اللي كنت أنا موجود بدبي بيها، وهاي الإجراءات يعني الرقم مالي موجود بالوصف، بالواتساب، بتليجرام، بفايبر، بأكو الانستغرام، كل أشوان ما تريدون راسلوني عليه، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. مع السلامة.